هذا ويبدو أن القيادة الوطنية للمنتخبات الخليجية هي الأكثر تفوقا من خلال خليجي 21. فبعد فوز المنتخب الإماراتي على قطر، هو المنتخب العراقي يحقق الانتصار بقيادة وطنية، وذلك في آخر لقاءات الجولة الأولى. دخل المنتخبان السعودي والعراقي لقائهما ضمن المجموعة الثانية باحتمالات مفتوحة ورغبة كبيرة في حصد النقاط الثلاث. نجح سلام شاكر في خطف كرة رأسية في الدقيقة 18 من كرة ثابتة ليتقدم أسود الرافدين بالهدف الأول. اندفع المنتخب السعودي مباشرة بعد الهدف إلى الهجوم معتمدا على الأطراف، ولكن لم يفلح في ترجمة الفرص إلى أهداف. كان الشوط الثاني مختلفا تماما عن الأول، إذ شهد سرعة وهجمات متبادلة وفرصا بدأها المنتخب السعودي بكرة مباغتة من نحو 20 مترا لسالم الدوسري ذهبت بين يدي نور صبري. وشهدت الدقيقة 73 خبرا سارا للمنتخب العراقي بعد أن حول المدافع السعودي أسامة هوساوي كرة رأسية في مرمى فريقه عن طريق الخطأ، معلنا الهدف الثاني لأسود الرافدين، ليحصد المنتخب العراقي أولى انتصاراته في البطولة، متقاسما صدارة المجموعة مع الأزرق الكويتي برصيد 6 نقاط.